بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى في فريق من العيلة عندي طالب ممبار بوبوس، وفي فريق طالب فتة. فريق طالب ممبار بوبوس وفريق طالب فتة. طب ماشي، هنعمل ممبار اهو، بنجيبه ونضفناه وقلبناه ونقعناه وعملنا كل حاجة فيه. نقلبه، حشيناه بالخلطة بتاعته. عايزين نعمل بقى البوب ازاي؟ فتلة خيط معانا نضيفها، نبدأ نكور زي السجق لما بنعمله ونخليه صوابع صوابع، ده بنخليه كور. كلام سليم. ادي كورناه كله اهو. عايزين نسلقه بقى، سلقناه، سرعت الفيديو سلقناه. اتفضل يا حضراتكم، ده الشكل وادي جمال وادي روعة البوبس. جميل، سهل في اكله، لذيذ جدا، مريح جدا في اكله بالنسبة للاطفال. طب الفريق بقى التاني للطالب الفتة، معانا عيش محمص في الفرن مقطعينه والصلصة بتاعت الفتة، نسقسق كده شوية من الصلصة على العيش بتاع الفتة ونسيبهم مع بعض كده شوية، نقلبه ونسيبه. معانا شوية شوربة سخنة بتغلي، هنجيب كام كبشة شوربة نحطها مع العيش. نفضل بقى ايه، نسيبه كده لحد ما يطرى، بس ما يعجنش، يطرى ويبقى برضه في نفس الوقت ايه، مرمش. صينية وطبق مقلوب، نحط شوية رز أبيض في الأرضية بتاعت الصينية. ماشي، هنساوي الكلام ده كله كويس عشان وش الصينية يطلع معانا كويس. هنجيب بقى الفتة بتاعتنا اللي احنا عملناها بالشوربة والصلصة والعيش الجميل بتاعنا اللي خلى طعمه جميل جدا. هنبدأ نحط طبقة من العيش بالشكل كده. هنساوي الكلام ده كده كويس. هنجيب بقى صينية ونقلب الكلام ده فيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شوية صلصة من بتوع الفتة. هنبدأ بقى نحط كده. الفتة دي طعمها روعة، طعمها خطير جدا الفتة الحلوة دي. خلاص كده الفتة خلصت. راضيين في الفتة بالبوبس يا عم. ماشي، الطبق البوبس باللحمة راح. طب هات لنا يا عم كام واحدة نحطهم على الفتة هنا عشان الناس ما تزعلش، وفي نفس الوقت الناس تشوف البوبس اللي احنا عملناه بعد التحمير. طعمه جميل جدا البوبس ده والله. جميل في اكله، لذيذ في اكله. اطفال بيحبوه عشان بياخدوا كوره بكوره كده عامله زي الزلابيه، روعه بصراحه. ادي البوبس اهو، وادي اكل النهارده وتقديم طبق اليوم النهارده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. وشكرا لكل متابعينا، وفي رعايه الله وحفظه.